وعلشان افرش المنطقه دي اشتريت في الاول وحده تلفزيون صغيره، بس انا هستخدمها لتنظيم الادوات. ثبتها موازيه للدروع عشان الاو سي دي، وكده هستخدم كل دور لحاجه مختلفه. وجبت شنطه ماركرز مخيفه هعمل لكم عنها فيديو بالتفصيل، ومن كتر ما عجبني المنتج ده طلبت منه كميات بمقاسات مختلفه وهنزله على الويب سايت قريب. ثبتها مؤقتا بالشنطه زي ما هي، وهرجع اعمل لها وحده ادراج خشب توصل لحد هنا. ولحد ما اعمل كده حطيت جنبها الوايرات بتاعه 3 دي بان، وكنت جايب الدرج ده من عصام اللي بشتغل معاه كل شغل بوكسات الخشب، بس الدرج مش جاي على المقاس بالظبط، فمعلش بقى عصام كسرت الرجلين عشان اعرف اثبتها. وفي الدور اللي تحت فكيت علبه الوان علشان هستخدم الجنبين بتوعها، رتبت فيهم كل الالوان الخشب علشان المنطقه دي يبقى فيها كل الدرجات. وفي الحته الحزوقه دي حطيت الاقلام الرصاص بدرجاتها برضو. وكده الدور اللي تحت فيه كل ما هو خشبي، وهبقى ارجع ارتبهم درجات بعدين. وفوق خالص حطيت منظمات للاقلام والفرش وبلتة الوان من تصنيعنا، وجبت زرع صناعي وحطيته ببوت احنا اللي عاملينها برضو، وشويه تفاصيل تكمل الشكل علشان المنطقه دي هتبقى الباك جراوند في اغلب الفيديوهات. وعلشان استغل المنطقه دي جبت بوكس الاوردر سحبه ما استلمش وكسرته نصين. اول نص رتبت الالوان والادوات اللي بستخدمها في اللوح الصغيره، وحاولت ارتبه باحسن شكل وكده مجمع كله وسهل انقله معايا في اي مكان. في النص التاني رتبت فيه الاقلام والادوات والتفاصيل اللي ملهاش عازه، وحطيتهم في مكانهم وكده اسهل استخدام وشكل كويس برضو. وجبت المكتبه دي بس انا هستخدمها علشان احط فيها منظمات وبوكسات لكل تفصيله في الشغل، فرتبت فيها بوكسات خشب محفوره ومنحوته هاند ميد ومتفنشه زي القطعه الفرعونيه. كنت جايبها من ست شاطره جدا عامله براند اسمه مايوش، قابلتها في معرض فنون في الماظه وقالوا لي لو عايزين نزود الاشكال دي في منتجات الضمنه والشطرنج. وعلشان اكمل الشكل اجمالي ويبقى فيه توازن كده حطيت باده ماوس كبيره وواحده كمان في الحته دي، واشتريت راكات كبيره للتخزين وكان تركيبها حوار، وثبت منهم 2 في المنطقه دي ورتبت فيهم الحاجات اللي بنستخدمها في التعبئه والتغليف. وكده هيبقى فيها نسخ من كل حاجه في الاستوك تكون قريبه مننا وجاهزه. وهنا في كل الاستيكرات وادوات التغليف، وبعدها فليرز الشحن، وفي الاخر كل انواع الفوم والبابلز. ودي عامله خيله كبيره على الفاضي، وكده كده هبقى محتاج اعمل مخزن كبير في مكان تاني. وكنت مركب سبوت صغير في المكان ده وسايب الجدار كله فاضي عشان اركب بروجيكتور في السقف واعمل سينما في الجدار ده، بس شكله كان مستفزني وفرح العمده كده في نفسه، فركبت مكانه رينج لايت وثبتها في سبوت نفس لونها وتاخد كهرباء من الحيطه، وشكلها كده من غير اسلاك جامده قوي. وممكن اثبت برده موبايل هنا واخد كادرات مختلفه او اتحكم في درجه ولون الاضاءه. واظن محدش عمل حركه تركيب الرنجه في السقف دي قبل كده. وباقي المنطقه دي لازم تفضل فاضيه خالص عشان تبقى مساحه للشغل. وبدانا اوردرات فعلا وجربنا المكان على طول، ولسه هيبقى زحمه اكتر من كده. وفي المكان ده عملت منطقه لتجهيز الخامات وبيج بورد كبيره نثبت عليها الادوات وهنزلهم في فيديو لوحدهم. عايز اعرف رايكم بجد، وفولو لايك لو عجبك الفيديو.